لحد ما قلت اللي خلى في سفينه ايطاليه يخلي في شركه يابانيه، ايه المشكله؟ قلت له لا يا بابا، ده في شركه يابانيه جت وعندها بتفرش الارض كلها بيض، والبيض بيفقس تحت الشمس، حاجه كده يابان بقى يا حاج. ابويا فرح لدرجه ان هو بدا يبقى اداه اعلاميه لاقتصاد مصر القوي. قاعد هو مع اصحابه بيشتكوا، اصحابه تفهمش بيشتكوا من ايه، فالدنيا والمعايش. ابويا اتسحب من لسانه، قال لهم ما تحمدوا ربنا يا ولاد الكفره، في ايه؟ السمك نزل النص والفراخ قالوا له لا 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 لا. لا يا ابراهيم لا. وبداوا يتعاملوا معاه، تعالى هنجوزك هنومه تعالى. قال لهم ايه يا جماعه في ايه؟ وبدا يسعى في القهوه وكانه جحا، يا اهالي المدينه ايه الدنيا رخصت، انتوا اللي مجانين. عرف ابويا الحقيقه، مش هنقدر نقول اتحمق قوي بس اتحمق بما يكفي. في لحظه كده مش هنساها وانا طاير من البلكونه، كان اول مره اعرف ان الدور التاني ممكن تنط منه عادي وتعيش. كان عندي امل في ربنا وانا طاير اللي هعيش، وعشت الحمد لله.